السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحكم أو مساءكم حسب التوقيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. فيديوتنا اليوم رح أعمل تشيز كيك، طريقة سهلة وطيبة، فيكن تضيفوا أو للعيلة أو للضيوف، طيبة كتير. أول شي المكونات، نحن بدنا اللبن والزبدة والحليب وبسكويت الصادا، طبعا قلب تشيز كيك، وهذا جاهز، الخليط الجاهزة أنا اشتريته بأي ماركت بتشوفه بكل الأماكن موجودة. فخليكم مع الفيديو للأخير، لا تنسوا لايك واشتراك والتعليق وشوفوا الطريقة. أول شي بنجيب البسكويت الصادا، بدنا نطحنها بالخلاط أو محضر الطعام اليدوية، أو بدكم تحطوه بالكيس وبالكاسة دقوها، أو إذا تكون شو ما بدكم اعملوا. هلا أنا هي مو كهربائية، في عندي الكهرباء تمام، بس أنا ما حبيت طالعة الكهربائية، بدي استعمل بهذا. فهيك مثل ما بتشوفوا. أنا رح أحط شوي تاني، إذا بدكم هيك بكفيكم، فأنا بدي أحط نصه كمان، عشان أنا من نوع بحب طبقة البسكويت كتير، لأنه هيك مثل ما بتشوفوا. ممكن أطحن كمان حسب رغبتي اللي أنا بدي إياها، وحسب رغبتكم اللي بدكم إياه طبعا. هيك مثل ما بتشوفوا بعد ما طحناه هيك اسمه. بس بدكم إذا طبقة البسكويت تكون أقل فيكن تقللوه من عندكم، هذا اختياري. أنا بحب طبقة البسكويت تكون. هلا بنجيب زبدة مثل ما بتشوفوا تقريبا هيك، بدنا ندوبها بهالكمية، ربع الزبدة، يعني مثل معلقتين كبار. بندوب الزبدة ونرجع لكم. بعد ما دوبنا الزبدة على غاز نجيب فوقه ونضيف فوقه كاستين من الحليب، معلقتين هيك من حليب، بيساعدنا على نحرك الخليط. وهلا نبلش نحرك ونخلي كله يتجانسوا مع بعض. هيك بقى مثل ما بتشوفوا، بعد ما جانسوا مع بعضنا البسكويت والزبدة والحليب، نجيب قالب تشيز كيك ونجيب الخليط كمان مثل ما بتشوفوا هيك، نوزعه كتير منيح على كل الأطراف. هيك نجيب كاسة أنا مشان يمسكوا معنا مثل ما بتشوفوا هيك بهالطريقة. ندوسه كتير منيح مشان يمسك معنا مثل ما بتشوفوا. أنا زادت معي شوي، بدي أعمل بالصحن كمان مثل ما بتشوفوا. حبيت أجرب هالمرة هيك. طبعا الكاسة ما شاء الله بيشتغل معنا كتير منيح الكاسة.
بنجيب طبق تاني بنحط له كاسين ونص من الحليب. هي كاسة، هاي النص عفوا كاسة تانية عفوا، وهي النص. نقطع طرف بودرة تشيز كيك الجاهزة نحط فوقه هيك. طبعا هذا موجود بكل ماركت في تركيا، فيكم انتوا اي ماركت موجود نجيبه. ونبلش قبل ما اشغل ونبلش نخلطه كتير منيح. ونشيل الأطراف هيك عشان كله يخلط معنا ما يباشي. مثل ما بتشوفوا الخليط مسكت معنا هيك. هلا هنين كاتبين معنا كاسة ونص من اللبن العادي، او اذا بدكم حطوا شي تاني اللي بتحبوه. طبعا انا حطيت اللبن على طريقة مثل البودرة الجاهز كاتبين لك هيك، فانتو شو ما بدكم ضيفوا، اذا بتحبوا ضيفوا شي تاني معه اللي بدكم طبعا. ونرجع كمان نخلطه. يعني انا بسهلكم اياها، بسهله كتير مشان كل شخص فيه يعمله في البيت. فانا ما بجيب شغلة صعبة حدا نجيبه، لا انا بجيب شغلات الخفيفة مشان كلياتنا ناكل وتكون خفيفة عن الميزانية. طبعا نرجع نخلطه كتير منيح. طبعا اهم شي الاطراف، انا حاسه انه عندي الخلاط اللي عندي ما مفتوح على اطراف، جيبوا اي معلقه او شي جنبكم. اهم شي الاطراف. نرجع كمان نخلطه كتير منيح. شوفوا كيف القوام صار معنا سميك هيك، شغلنا نظامي. فهيك جهز معنا الخليط. شوفوا ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اول شيء بدي اجيب الصحون، صراحه بدي اجيب غيرها من المعلقه. نجيب الصحون نحط له هيك شوي ما بتشوفوا هسه اعتذر. نجيب الخليط بنحط فوق البسكويت اللي عملناها هيك هالطريقة. هالمرة عملتها هيك على طول، بسجل صوتي معه بعدين. إذا هيك عجبكم أو أسجل صوتي بكون أحسن، اكتبولي بالتعليقات. هيك بنوزعها بعدين مثل ما بتشوفوا. فهيك جهز معنا. ونشيل الخليط بنحطه في البراز اقل شي ساعتين. بعد ساعتين بنساوي الطبق الثالث. خليكم مع فيديو. هلا حنعمل كريم كراميل. طبعا على نار هادين. اول شي نحط نص كاسة سكر ونتركه ليدوب معنا السكر. نجيب كاسة حليب دافي ونجيب معلقة نشا ونخلطه ونحركه ليدوب معنا النشا.
بس حسيت هيك داب معانا السكر. بنجيب قطعة زبدة يعني مثل قد المعلقة ونضيف عليه ليذوب معانا الزبدة كمان. بس دابت معانا الزبدة مثل ما عم بتشوفوا هيك دابت معانا الزبدة. هنجيب كاسة حليب اللي عملناه مع كاسة معلقة من نشا ومنضيف فوقه مثل ما بتشوفوا هيك. على نار هادية طبعا، ونحركه هيك ليخلطوا كله مع بعض. هيك هو جاهز معنا خالص. نتركه ليبرد، بعدين نحط فوق الخلطة اللي عملناها قبل على تشيز كيك. فهون بعد ساعتين من البراد وأكتر من ساعتين كمان نحاول نطالع التشيز كيك من القالب مثل ما بتشوفوا. أنا طلعت التشيز كيك من قالب، بنشوف الأطراف كيف. يا سلام ولا أي غلط. كريم الكراميل اللي عملناها أول شي حطيته بالأطباق الصغار، الزبدية الصغيرة الكبير حطيت فوقه كمان. هلا بتشوفوا كيف. أهم شي هذا ما بصراحة ما بده براد، ففورا تجيبوا وكلوها يعني. هلا بتشوفوا كيف يعني ما بده براد. هلا مثل جيلي او الطبق الثالث في منهم بده البرد، بس هذا كريم كراميل ما بده برد لا ابدا. فبس اهم شي طبعا اكيد يبرد معنا كريم كراميل مشان ما يخرب الطبق الثاني، لانه بس الشي سخن راح عليه حيدوب معنا الطبق الثاني اللي عملناه. فلهيك خلي كريم كراميل يبرد كتير منيح. جربوا ما بتندموا، كتير طيبة عن جد وسهلة كتير. طبعا ما في اسهل من هيك. طبعا فيكن تضيفوا للضيوف او للعيلة او يعني صراحة طبق غنية ولو ضيفتوا لأي شخص، لأنه عن جد ما في أطيب من هيك وأروع من هيك. وجربوا ما بتندموا. لهون بيخلص فيديوتنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتمنى تكونوا بألف ألف ألف خير. بشوفكم فيديو جاي. لا تنسوا لايك واشتراك والتعليق فضلا ولا أمرا. إلى اللقاء.